أهلا بيكم معايا في بودكاست نقطة ومن أول السطر، ولسه مكملة معاكم سلسلة حلقات حكايات أعجبتني. وحلقة النهاردة بعنوان شطارة وفهلوة. الخداع أو الغش اللي بنتعرض له، وخاصة لما بيكون من حد إحنا واثقين فيه مطمنين له، بيبقى وجعه صعب، ومهما حاولنا نلاقي أعذار مش بنقدر نعذر حد خدعنا. الغريبة بقى إن بعض الناس بتعتبر الخداع ده شطارة، مهارة مش أي حد يقدر يمتلكها، ويمكن ده اللي بيبرر للمخادع أو الغشاش أفعاله. بيضحك على نفسه ويصدق إنه شاطر، بيعرف يخدع الناس، فده ذكاء منه. ومش مشكلته إن اللي حواليه أغبياء، مش مشكلته إنه أقوى منهم، دي مشكلتهم هم. أما هو فهو ذكي، قدر يخدعهم لأنه هو الأقوى. منطق عجيب. وخليني أحكي لكم حكاية النهاردة اللي عجبتني، وهي على ما أعتقد حكاية خيالية قديمة. زمان وفي قرية صغيرة كان في راجل بيبيع اللبن لأهل قريته، وكان أهل القرية بيثقوا فيه لأن اللبن اللي بيبيعه طازة ومش مغشوش وبسعر مناسب، وده اللي خلى له زباين كتير ما بتشتريش غير منه هو. وفي يوم من الأيام والسبب مجهول، قرر بائع اللبن إنه هيخلط اللبن بالمية، وفعلا زود اللبن بالمية فضاعف كمية اللبن، وراح السوق وباع اللبن المغشوش كله. ومحدش من أهل القرية شك فيه لأنهم بيتعاملوا معاه من زمان وواثقين فيه. وفرح بائع اللبن بالخدعة اللي عملها، واللي كسبته ضعف الربح اللي بيكسبه كل يوم. وهو في طريق الرجوع لبيته حس إنه تعبان، فقرر إنه هيرتاح شوية تحت ظل الشجرة. وفعلا قعد الراجل علشان يستريح، وفجأة نزل قرد من على الشجرة وخطف كيس الفلوس بتاع الراجل وطلع يجري. والراجل قام بسرعة وطلع يجري وراه، وطبعا ما قدرش يلحقه لغاية ما القرد وصل عند النهر وطلع على شجرة عالية، وفتح كيس الفلوس وابتدى يرمي قطعة من الفلوس المعدنية في النهر، وقطعة تانية على الأرض، قطعة في النهر وقطعة على الأرض، لغاية ما خلص كل الفلوس اللي في الكيس، ورمى الكيس واختفى. والراجل كان حزين جدا وقام يلم الفلوس اللي على الأرض. سرح شوية وبعدين قال لنفسه: ايه ده القرد رمى نص الفلوس في النهر، فلوس المية اللي زودت بيها اللبن، وساب لي فلوس اللبن اللي مش مغشوش. ضحك بائع اللبن وقال: مال اللبن للبن ومال الماء للماء. وعلى عكس كل الحكايات اللي فاتت، في نهاية حكاية النهاردة بائع اللبن ندم على اللي عمله واستغفر ربنا وتاب، وقرر انه عمره ما هيغش اللبن تاني. وعاش بائع اللبن اللي باقي من حياته وعمره ما غش اللبن تاني، وكبر وحكى حكايته للناس. وبعد ما مات حكايته اتحكت واتنقلت من قرية لقرية، وفضلت العبارة اللي قالها تتردد جيل بعد جيل: ماء اللبن للبن ومال الماء للماء. وهنا بتنتهي حكاية بائع اللبن. حكاية جميلة. ونسيب حكاية زمان ونرجع لزماننا دلوقتي. على الرغم ان صفة الخداع والغش صفة سيئة جدا، إلا ان نظرة الناس ليها اتغيرت. بعض الناس بقت تشوف الخداع شطارة وذكاء، وأحيانا بيعملوا من الغشاشين أبطال، وبيلوموا الناس إنهم اللي غلطوا وإنهم مش بالذكاء الكافي، علشان كده اتضحك عليهم واتخدعوا. والحقيقة أنا مش مستغربة من التغيير اللي حصل لكتير من المفاهيم الثابتة في حياتنا، ولا متوقع أن الغش والخداع وكتير من الصفات السيئة ممكن تختفي في يوم من الأيام. ولا هناقش النهاية هتكون إيه وليه، لأنها معروفة. أنا ببساطة عجبتني الحكاية وعجبتني جدا كمان. ويمكن بعض اللي هيسمع الحكاية دي هيقول: دي حكاية ساذجة وتنفع تكون حدوتة قبل النوم
للأطفال الصغيرة، ما تستاهلش كل الرغي ده. وهي فعلا ممكن تكون كده، وياريت اللي عنده أطفال صغيرة يحكي لهم حكاية بائع اللبن. بس هي مش حكاية ساذجة ولا حاجة. بائع اللبن راجل محظوظ، ومحظوظ جدا كمان. ربنا بيحبه لأنه من أول غلطة فهم الدرس، ندم على اللي عمله وقرر إنه عمره ما هيغش تاني. وده بقى اللي أنا عاوزة أتكلم فيه. ليه في ناس بتفهم الدرس من أول مرة وبتتراجع وتندم على الغلط وما تكررهوش تاني، وناس تانية كتير عمرهم ما بيفهموا ويعيشوا عمرهم كله يغشوا ويخدعوا اللي حواليهم ولا بيتأثروا، على الرغم ان ربنا بيبعت لهم إشارات ومواقف كتير ممكن تفوقهم، إلا إنهم بيتجاهلوا كل ده ويستمروا في طريقهم. وأنا أكيد عارفة نهايتهم هتكون إيه، وإنتم كمان عارفين. بس مش ده السؤال. السؤال هو ليه الناس دي مش عاوزين يفهموا؟ ليه مش عاوزين يلحقوا نفسهم قبل فوات الأوان ويندموا ويتوبوا؟ إيه اللي مطمنهم قوي كده؟ ليه مش حاسين إنهم غلط؟ ليه؟ وأكيد أنا ما عنديش إجابة للسؤال ده. علشان كده لو في حد منكم عنده إجابة أو حتى رأي، ياريت يكتب لي في التعليقات. وبس كده. ونقطة ومن أول السطر. كنت معاكم أنا سلوى، وده بودكاست نقطة ومن أول السطر.